عمرك فكرت إن ممكن يكون في أرواح ساكنة في المستشفيات فعلا؟ المصيبة مش في اللي شفته، المصيبة إن الدور اللي كنت واقفة فيه ملوش وجود أصلا. أحمد ممرض لسه جديد، حظه رماه في نبطشية ليلة الجمعة في مستشفى حكومي قديم. المستشفى دي معروفة إن الدور الرابع فيها مقفول بقاله سنين لأسباب هندسية. الساعة دقت 2 بعد نص الليل، المستشفى هص هص، مفيش غير صوت أجهزة ضربات القلب. أحمد كان قاعد في أوضة التمريض في الدور الثالث، وفجأة سمع صوت خبط جاي من السقف، يعني من الدور الرابع المقفول. مش مهم، أهو يمكن قطة ولا فار محبوس. لكن الخبط زاد وبقى صوت سحل حاجة تقيلة على الأرض، وكأنه حد بيجر سرير حديد. أحمد ما قدرش يقعد ساكت، والفضول والخوف خلوه يمسك الكشاف ويطلع للسلم للدور الرابع. وصل قدام الباب الخشب الكبير، لقى الجنزير اللي كان لافف الباب مقطوع ومرمي في الأرض، ولقى طرقة طويلة وضلمة كحل، وريحة الفورمالين قوية جدا لدرجة إن عينه دمعت. وهو ماشي بالكشاف النور جه على آخر الطرقة وشاف خيال، كان حد واقف. أحمد نده عليه بصوت مهزوز لكن مردش، ولما النور جه على وشه كان شبح. أيوة شبح، لابس لبس عمليات قديم ومبقع كله دم، وعينه عبارة عن تجويف فاضي ومظلم، وكل الأبواب بتتفتح وتتقفل وصوت صريخ مكتوم طالع منها. أحمد جرب أقصى سرعة عنده، نزل على السلم وهو بيسمع صوت خطوات تقيلة بتجري وراه. لما وصل للدور الثالث ودخل أوضة التمريض وقفل الباب، كان مكتوب على المراية: انت نسيت السماعة بتاعتك فوق، اطلع خدها. أحمد بص لرقبته، فعلا السماعة ما كانتش موجودة. بدأ يسمع خبط هادي على الباب. أحمد كتم نفسه والدم جامد في عروقه. الخبط على الباب ما كانش خبط إيد عادية، ده كان خبط بضوافر بتخربش في الخشب. ولقى خيال لظل من تحت عقب الباب، خيال لرجلين حافية وضوافرها طويلة ومكسرة. بص للناحية التانية، لقى عروسة على كرسي متحرك قديم وشكلها مرعب، والسماعة الضايعة بتاعته كانت ملفوفة حوالين رقبتها. والنور في الأوضة بدأ يرعش، وأحمد فقد الوعي من كتر الرعب. أحمد ما فاقش غير والشمس طالعة، وزميله عماد بيخبط عليه وبيقول له: يا أحمد اصحى يا ابني، انت نمت هنا ولا ايه؟ أحمد قام مفزوع، لقى نفسه نايم على الأرض، والأوضة كانت عادية جدا، الباب مقفول ومفيش كراسي متحركة. أول ما شاف عماد حكاله كل حاجة حصلت معاه وهو بينهج. عماد بصله بصة غريبة وسكت شوية، وبعدين قال ببرود: يا أحمد الدور الرابع ده ملهوش سلم أصلا من 20 سنة، ده اتهد في زلزال 92. وبعدين انت ايه السماعة اللي انت لابسها دي بتاعت مين؟ أحمد بص لرقبته، لقى سماعة قديمة عليها تراب وكأنها كانت مدفونة تحت الأرض بقالها سنين، ومكتوب عليها قسم المشرحة 1970. لو كنت مكان أحمد وسمعت صوت خبط فوقيك في مستشفى ضلمة، كنت هتطلع تشوف فيه ايه، ولا هتقفل على نفسك الأوضة؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.